طبعا معظمنا شاف الفيديو هذا وانصدمنا لما شفنا لحظة سقوط المغامر اليمني القعقاع بن عنتر والشهير بسبايدر مان اليمن لما طاح في الفوهة البركاني في مشهد صادم لكل اللي شافه أو كل اللي كان موجود في المكان هذا. لو شفت الفيديو هتلاحظ أن الشخص هذا محترف ومسوي حركات أقوى من كذب كثير. بس السؤال هنا كيف يطيح بالطريقة الغريبة هيك؟ هل الموضوع مجرد أن الصخرة اللي كان ماسك فيه طاحت من الأساس وطاح محي، ولا في حاجة ثانية صارت ومعظم الناس ما أخذت بالها مني وخلتها يطيح بالشكل الغريب اللي كنا شفناها؟ هني هنحكي القصة من أولها، بس لا تنسى تدعمنا بلايك تشترك في القناة علشان نتشجع إن احنا ننزل فيديوهات أكثر. يعني في البداية علشان تكون فهم معي القصة لازم تعرف من هو القعقاع بن عنتر. بكل بساطة هو شاب يمني من محافظة الضالع عنده 30 سنة، واللي اشتهر بمغامراته الجريئة في إنه يتسلق الجبال والمرتفعات الصخرية والفوهات البركانية من غير ما يستخدم أدوات السلامة، معتمد بس على قلبه الجامد ولياقته البدنية. ممكن حد يقول الحين إنه هو السبب في اللي صار له هذا وإنه هو اللي ألقى بنفسه للتهلكة، بس يا صديقي عايزك ما تحكم من الحين وتكمل معي القصة، ونظرتك للقصة هتتغير تماما.